انت ممكن توصل ل10 مليون مشاهدة اقسم بالله من فيديو واحد، بس انك تهتم بيه. لو النجاح اتأخر مش مشكلة. 10 مليون مشاهدة من الفيديوهات القصيرة اخر 90 يوم هي هتبقى الشغل الشاغل لكل منشئ المحتوى الفترة الجاية على اليوتيوب بعد تفعيل الربح رسميا من الفيديوهات القصيرة في 2023. ازاي نجيب ال10 مليون مشاهدة؟ هتلاقي فيديوهات كتير وهتلاقي كلمة 10 مليون مشاهدة كتير. بعض الفيديوهات دي كويسة وهتدخل وهتستفيد وهتعرف معلومة تساعدك انك تجيب ال10 مليون مشاهدة، وبعض الفيديوهات التانية مجرد عنوان وصورة مصغرة عشان تدخل بس على الفيديو، اما افادة لا، مش هتلاقي حاجة زي كده. فانا النهاردة في فيديو سريع ملخص هقولك ازاي تجيب ال10 مليون مشاهدة، او العوامل اللي هتساعدك على نجاح الفيديو ووصوله لاكبر عدد ممكن من المشاهدات، فبالتالي تقدر توصل لل10 مليون مشاهدة. العوامل اللي بتساعد على نجاح الفيديو. انا مش هاجي انشئ لك محتوى اجيب لك بيه ال10 مليون مشاهدة، انت اللي لازم تشتغل بنفسك، لكن انا دوري ان انا اوجه حضرتك، اقول لك المعلومة الصح، الحاجة اللي اليوتيوب بيبص عليها وخوارزميات اليوتيوب بتبص عليها عشان تنجح لك الفيديو، عشان تنجح لك الفيديو القصير، واللي بيها تقدر توصل للفيديو ده لل10 او للقناة بتاعتك من الفيديوهات القصيرة لل10 مليون مشاهدة. فاتمنى ان الفيديو ده يكون مفيد بالنسبة لك. لازم تعرف ان اهم مصدر من مصادر مشاهدة الفيديوهات القصيرة وهو خلاصة الشورتس. خلاصة الشورتس وهو المكان المخصص اللي بيحصل فيه سكرول كتير للفيديوهات القصيرة. طول ما انا قاعد على الموبايل وبعمل سكرول في الفيديوهات القصيرة، فانا هنا في خلاصة الشورتس. ازاي بقى حضرتك تخلي الفيديو بتاعك يظهر كتير في خلاصة الشورتس ويجي لك مشاهدات كتير؟ اول عامل واهم عامل سواء في الفيديو القصير او في الفيديو الطويل هو اول كام ثانية من الفيديو. لازم في اول كام ثانية من الفيديو زي ما بيقولوا كده تثبت المشاهد مكانه، ما تخليش صباعه يجري كده ويعمل سكرول عشان يشوف الفيديو اللي بعد منك. لا، انا هقف استنى اشوف الفيديو ده للاخر. لا، ده انا كمان ممكن اعيد الفيديو ده، وعجبتني طريقة تقديم المحتوى والكام ثانية اللي في الاول اللي انت بتشد بيهم المشاهد. فايا كان محتواك، ترفيه، تعليم، طبخ، ايا كان انت بتقدم ايه، حاول في اول كام ثانيه من الفيديو قصير، احنا عارفين الفيديو القصير 60 ثانيه، فانت في اقل من 3 ثواني تكون لفت انتباه المشاهد ان هو يكمل معاك الفيديو. دي اكتر حاجه هتخلي الفيديو بتاعك ينجح ويضرب. ممكن في اول ساعه من نزول الفيديو يجيب لك الاف المشاهدات، 6000 7000 10000 مشاهده في اول ساعه، بس بمجرد انك تحاول تخلي المشاهد يكمل معاك الفيديو وتلفت انتباهه من اول كام ثانيه. تاني حاجه لازم تتعامل مع الفيديو القصير ان هو فيديو احترافي. الفيديو القصير مش مجرد فيديو 60 ثانيه بيتصور ولا بيتاخد جزء من فيديو طويل وبتنزله على القناه، جاب مشاهدات جاب ما جابش. لا، لازم تتعامل مع الفيديو ده ان هو البيزنس بتاعك. لازم تديله كل طاقتك وكل مجهودك من المونتاج، من الصوت، من التاثيرات، من الاضاءه، من الشكل، من كل حاجه. لو اهتميت بالمحتوى بتاعك المشاهد هيرجع بالاهتمام ده عليك انت، وهيهتم هو كمان بالمحتوى بتاعك. طالما المحتوى بتاعك متعوب عليه تلاقي نتيجه تعبك، حتى لو نتيجه تعبك تاخرت. لازم تتعامل مع الفيديو القصير كانه فيديو احترافي، اهم فيديو نزل على القناه. كل فيديو قصير بترفعه على قناتك اعتبره هو اهم فيديو قصير هينزل على القناه، والفيديو اللي مش هتعرف تنزل حاجه بعد منه، اللي خلاص عملت فيه كل مجهودك. هنا المشاهد هيحب الحماس بتاعك اللي جوه الفيديو، وانت لازم تبين حماسك ده جوه الفيديو اللي انت بتعمله. الفيديو قصير، كل ده في الفيديو 60 ثانيه، كل ده في الفيديو 60 ثانيه. بقاء المشاهد واستمراره في مشاهده الفيديو واهتمامه وحبه للمحتوى اللي انت بتقدمه هينجحك. انت ممكن توصل ل10 مليون مشاهده اقسم بالله من فيديو واحد، بس انك تهتم بيه. لو النجاح اتاخر مش مشكله، ولكن المهم انك تكمل علشان توصل للنجاح. ده اهم حاجه. يبقى تتعامل مع الفيديو القصير كانه فيديو احترافي، مش مجرد 60 ثانيه بتصوره وخلاص. حاجه مهمه كمان، تعديل جديد ظهر من اليوتيوب في الفيديوهات القصيره وهو الصوره المصغره. انك اصبحت تختار لقطه من الفيديو القصير بتاعك تكون صوره مصغره للفيديو، تظهر في الاقتراح، تظهر في نتائج البحث، تظهر في خلاصه الشورتس. المهم ان الصوره دي هتبقى هي الصوره المصغره، زي ما بتشوف كده وبتخش على حساب تيك توك او حساب على منصه كواي وبتلاقي الصور المصغره كلقطه اخده من الفيديو ومكتوب عليها كلمه تشد انتباهك للدخول على الفيديو. ده بنسبه كبيره هيبقى نظام الصور المصغره اللي موجوده على فيديوهات اليوتيوب، فلازم تهتم بالصوره المصغره. مهم جدا جدا الاهتمام بالصوره المصغره، والاهم منها هو العنوان. عنوان الفيديو حتى في الفيديو الشورتس حتى في الفيديو الشورتس لازم تهتم بعنوان الفيديو.
وعلى قدر الامكان حاول تخلي العنوان مختصر ويشد الانتباه، وهتلاقي في الوصف فيديوهات بتوضح لك او بتفهمك ازاي تعمل عنوان ملفت للانتباه وصورة مصغرة ملفتة للانتباه. عوامل كتير هتساعدك على نجاح الفيديو القصير. فاضل حاجتين بس ونخلص مع بعض اهم النصائح اللي تساعدك في الحصول على 10 مليون مشاهدة من الفيديوهات القصيرة. النصيحة اللي قبل الاخيرة ان انا هخلي النصيحة المهمة في الاخر. النصيحة اللي قبل الاخيرة وهي نشر المحتوى بتاعك على منصات كتير، على منصة الفيسبوك، على منصة تويتر، على الانستجرام. انشر الفيديو بتاعك وهات له زيارات كتير من المصادر دي. ده هيساعدك على وصول الفيديو للمشاهدات اللي انت بتدور عليها، خصوصا في الفيديوهات القصيرة. الفيديوهات القصيرة مدتها مش طويلة، وده الميزة اللي فيها، ان انا ممكن اتفرج على الفيديو بتاعك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، خلاف الفيديوهات الطويلة. لو الفيديو مثلا 6 دقايق 7 دقايق 10 دقايق ممكن ما كملش الفيديو للاخر، لكن الفيديو القصير سهل جدا انك تخلي المشاهد يوصل لاخر الفيديو. فلما تنشر الفيديو في منصات كتير ومواقع سوشيال ميديا كتير هتساعد على وصول الفيديو بتاعك والحصول على عدد كبير من المشاهدات. اخر نصيحة بقى واهم نصيحة بنصح بيها اي منشئ محتوى في اي منصة، وخصوصا وهو لسه بيبدأ، انت لسه هو بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، اهم نصيحة هي التخصص ثم التخصص ثم التخصص ثم التخصص ثم التخصص. 5 مرات اهو بقول لك لازم تتخصص في محتوى واحد. لو مش عشان خوارزميات اليوتيوب واقتراحها للفيديوهات بتاعتك بشكل كبير، هيبقى عشان المشاهد. لو انا دخلت عندك وشفت عندك فيديوهات كلها بتتكلم حوالين محتوى واحد، انا بنسبة كبيرة هتفرج على عدد كبير من الفيديوهات بتاعتك، لان انا مهتم بالمحتوى ده. نزلت فيه فيديو 2 3 10 20 انا معاك وهتابعك وهتفرج عليك. اما لو دخلت عندك في القناة بتاعتك ولقيت عندك سلطة، لقيت عندك كوميدي، لقيت عندك سياسة، لقيت عندك اخبار، لقيت عندك ترفيه، لقيت عندك تعليم، لقيت عندك فنون، لقيت عندك مش عارف ايه، مش هتفرج على حاجة. هسيب القناة واروح لقناة متخصصة في المحتوى اللي انا مهتم بيه واللي انا بدور عليه. فانا بنصحك مرة تانية بالتخصص في محتوى واحد. اتخصص في محتوى واحد، بلاش تعكها في اكتر من محتوى. انا غلطت الغلطة دي وشغال ان انا اصلح الغلطة دي في الفترة الحالية، فبلاش تغلط غلطتي. لو طبقت النصائح اللي انا قلت لك عليها دي، صدقني 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 الفيديوهات بتاعتك هتبقى في مكان تاني، وهتوصل لعدد كبير من المشاهدات، وهتقدر توصل ل10 مليون مشاهدة في اقرب وقت ممكن. اتمنى اكون افدتكم من خلال حلقة النهاردة. لو عندك اي سؤال سيبهولي في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.